ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل الفراخ المشوية اللي متقطعة شيش بالعظم. تحفة، هتعجبكم جدا ان شاء الله. هتجربوها وهتبطلوا تشتروها من بره خالص، هتعملوها في البيت على طول بتتبيلة سهلة. طريقة تسوية سهلة جدا، هتحبوها جدا. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بصوا الفراخ لونها مشهي وجميل، بصوا بقى وطرية جدا، تحفة خطيرة، ما فيهاش حتى ولا نقطة دم، مستوية على الآخر. حتى الصدر بصوا طري جدا. عايزة اقول لكم ان اللي ما بيحبش الصدر هياكل الصدر بالطريقة دي من كتر ما هو طري جدا. اول حاجة عشان نحضر التتبيلة، عندنا بصل هنضرب كله في الكبة، وممكن لو مفيش كبة نبشره يعني كده او كده. عندنا توم وعندنا فلفل اخضر رومي، هنبتدي بقى نضربهم الاول مع بعض وبعدين ننزل بالطماطم ونضرب كله مع بعض. عندنا بقى 7 بهارات، بهارات فراخ، بهارات شوي، عندنا سماق وفلفل اسود. اي نوع بهارات شوي تحبوه. عندنا بقى زعتر، وهنحط الملح. طبعا كمية الملح بندوق الخلطة ونشوف قبل ما نحط فيها الفراخ، بندوقها ونشوف نظبط الملح. عندنا خل، وعندنا عصير ليمون، زيت، وعندنا مستردة، باربيكيو صوص، وكاتشب. هنقلب كل ده مع بعض كده. التتبيلة بقت عندي جاهزة. بنجيب بقى الفراخ نقطعها 10 قطع عندنا، وبنبتدي بقى نشقها كده ونفصل العظم عن اللحم زي ما انتم شايفين علشان تستوي معانا كويس والتتبيله تخش في كل حته في الفراخ وتتشرب تمام. بنتبل بقى كده وبنحاول نوصل التتبيله لكل حته في الفرخه علشان تشرب معايا التتبيله كده. هنبيتها لمده يوم كامل في التلاجة، وبعدين نشويها. بننضفها من التتبيله الزياده، وعندنا شوايه كهرباء او شوايه فحم اللي عندكم استعملوه. ما عنديش ولا شوايه كهرباء ولا شوايه فحم. هنبتدي نحط صينيه بنبطنها، بنغلفها بالفويل ونحط عليها شبكه ونرص عليها الفراخ وندخلها الفرن. بنبتدي بقى نحطها الاول على العظم، وبعد كده اول لما تبتدي تاخد لون بنبتدي نقلبها على الناحيه التانية. دلوقتي هنبتدي بقى نشيلها. اول لما خدت اللون المظبوط خلاص بشيلها في صينيه وابتدي احط بقيه الفراخ عندي. حطيتوا لايك ولا لسه؟ بنقلب فيها على طول، بنتابعها مش بنسيبها علشان ما تتحرقش مننا، تاخد اللون التحفه اللي احنا عايزينه. هنبتدي بقى الصينيه دي نغطيها ونحطها في الفرن تقعد لمده ربع ساعه، هي تاكيدا للتسويه. بعد كده بنحط فحمه ونحط عليها من الدهون اللي نزلت من الفرخه. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو، ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.